لما يقولوا لي اني بعمله احسن من المصانع يبقى لازم ادلعهم واروق عليهم. معايا كده 3 فصوص من الثوم، قرن فلفل احمر حامي، ونتخلص كده من البذور، ونضيف كده ليه رشه من الملح وندقه كويس جدا بالشكل ده. ودلوقتي كده معايا نص كيلو من البانيه قطعته، هضيفه كده معايا في الكبه وعليه الثوم المفروم، ربع معلقه من الملح، وربع معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه كده من البيكنج باودر، ونص معلقه من البابريكا، معلقه مرقه دجاج فوريه وبيضتين، وخمس معالق كبار من النشا. هنفرمهم ناعم جدا ونضيف لهم كده لون غذائي احمر زي اللي بتشتريه من بره. هندخلها التلاجة كده نص ساعه ونبدا نشكلها على كيس بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هنغلفها بستريتش، وهنبدا كده نحطها كده في حله فيها مصفى وفيها ميه، ونحطها كده فوقيها بحيث تستوي على البخار. بتاخد 20 دقيقه وبتكون بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. عملنا الهوت دوج او السوسيس باحلى طريقه، مفيش احلى من كده. تقدري تحتفظي بيه في الفريزر حلو قوي قوي. هنعمل منه طاسه دلوقتي هتعجبكم جدا. قطعته شرايح، حمره كده مع معلقه سمنه ومعلقه زيت، عليه كده بصل جوانح، فلفل حراق، فص ثوم، وهنضيف برده كده معانا طماطم. هنشوحهم كده مع بعض ونظبط بقى الملح، واخر حاجه بنضيفها هي الكاتشب. واعملي احلى سندوتشات. اتمنى لو عجبكم ودعموا